السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وبالف خير ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم فخيدات ديال الدجاج مع البطاطا في الفران اللي كيجيو اكثر من رائعين، بواحد التتبيله اللي زوينه بزاف بزاف. كيجيو معلكين وطايبين، زوينين بزاف بزاف هاد الوصفه هادي. وصراحه هاد الطريقه هادي ديال هاد الفخيدات مع البطاطا فكتعجب الكبير والصغير. يعني وجبه اللي صيفيه زوينه كتنفعنا للغدا والعشاء. خليكم معايا ان شاء الله، غنشارك معكم طريقه التحضير والمقادير. اول حاجه كناخذ واحد البول، كندير فيه واحد المعلقه ديال الموطارد، معلقه صغيره هكا عامره، وكندير نص معلقه صغيره ديال الابزار، كندير 2 معالق ديال الفلفل الاحمر اي التحميره، 2 معالق صغار. عندي هنايا معلقه صغيره ونص ديال سكينجبير، وعندي معلقه صغيره عامره ديال الخرقوم. عندي 2 معالق ديال القزبر حبوب، فهاد القزبر حبوب تيعطي واحد النكهه وواحد المذاق زوين بزاف للدجاج. عندي راس المعلقه ديال الملحه، لانني انا هذوك الفخيدات ديال الدجاج غسلاهم بالملحه، يعني شاربين ليا الملحه فما كنكترش الملحه. عندي واحد 3 ديال الفصوص ديال الثومه اللي غادي نحكهم بهذا الشكل. والا ما كانتش عندكم هكايا ما بغيتوش تضيفوا الثومه، ضيفوا الثومه هكا الثومه بودره، يعني الثومه بودره حتى هي كتجي زوينه وكتواتى مع هاد الفخيدات هادو. فانا ما كانتش تبقات ليا فضفت هكا الثومه حكيتها. غادي نجيب هنايا الزعتر اللي غادي نحيدو منه هكا دوك العويدات اللي كيكونوا فيه، وغادي نحكو هكا ما بين اليد ديالي. فالزعتر كيعطينا واحد النكهه لهاد لا للبطاطا ولا للدجاج، كيعطينا نكهه زوينه. هنايا غنضيف الخل ديال الحامض، والا كان عندكم الحامض ضيفوا هكا واحد نص حامضه عصروها. انا كنضيف دائما هذا الخل ديال الحامض فكيعجبني. هنايا ضفت واحد 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون، ضفت شويه ديال الحار، يعني اللي كيبغي الحار يضيف شويه، فانا كتعجبني ديك الحاره، فهاد الحاره عندي مجهده ضفت منها غير شويه. صافي وكنخلط هاد التتبيله هذه مع بعضياتها هكايا، كنخلطها مزيان. وكنجيب هنا الفخيدات ديال الدجاج. بالنسبه للفخيدات ديال الدجاج راه كنكون غاسلاهم بالملحه وبالحامض، كنكون غاسلاهم مزيان. فخديت هنايا الفخيدات ديال الدجاج وضفت واحد المرصويات ديال الصدر كانوا عندي حتى هما ضفتهم. صافي البنات كنحاول نتبل هاد الفخيدات هادو مزيان. وبالنسبه ليهم كنتقبهم هكا بالسكين او الموس، كنتقبهم كندير فيهم ثقب باش كتدخل ليهم ديك الاقامه وكيشربوا ليا مزيان هاد العطريه اللي ضفت ليهم. صافي كنحاول نتبلهم مزيان وندخل ليهم هاد التتبيله هادي بهذا الشكل. الا كنتو يعني ما مزروبينش بيهم فديروهم هكايا في الليل، ديروا ليهم هاد التتبيله وفي الصباح طيبوهم. كنتو مزروبين صافي خليهم غير واحد نص ساعه هكايا يشربوا هاد التتبيله شي شويه، وعاد ديك الساعه طيبوه فكيجيو زوينين هكايا. صافي البنات هنايا بعد ما خليتهم واحد نص ساعه شربوا ليا ديك التتبيله، جبت هكايا صفيحه د الفرن وبديت كنحيدهم، كنحطهم في ديك الصفيحه ديال الفرن، حيت بغيت هاد التتبيله اللي تبقات ليا هنايا غنضيف ليها البطاطا. خديت البطاطا وقطعتها هكايا مرصويات كما شفتوا معايا على هاد الشكل هذا. خذوا البطاطا على حسب الحجم ديال العائله ديالكم. هنايا ضفت البطاطا شويه ديال الملحه، ضفت ليها واحد 2 معالق ديال الزيت نباتيه، شويه ديال الحار، وصافي وكندوزها في هاد التتبيله اللي تبقات ليا. بالنسبه كيما البطاطا على بديت البطاطا هضرت لكم قلت لكم غتاخذوا الكميه اللي غتكفاكم على حساب الاسره ديالكم. يعني بغيتو شي شويه، بغيتو ديروا الفخيدات غير بوحدهم بلا البطاطا، فانا صراحه هاد البطاطا هذه كتعجبني، كتجي معاهم معلكه وبنينه فدرت البطاطا. صافي كنحاول هكايا نضيف هذيك البطاطا لهذيك صفيحه الفرن وكنقادها هكا باليد ديالي، كنقادها هكايا وصافي وكنقاد فوقها هذوك الفخيدات ديال الدجاج بهذا الشكل هذا. فالطريقه سهله ما كتحتاجش منا كاع بزاف د الوقت صراحه، فاسهل ما يمكن لك تحضريه هكايا للغدا ولا للعشاء.
صافي كنقاد هذوك الفخيدات، وكنقاد حتى دوك المرصويات ديال الصدر اللي انايا ضفت. فانا ضفت الصدر لان عندي اللي ما كيبغيش ليا مثلا الفخيدات، كيبغي غير الصدر، فما يمكنش يعني ندير كلشي هكا فخيدات. فضفت هاد المرصويات ديال الصدر باش اللي كيبغي الصدر حتى هو يعني يلقى هكا ما ياكل. صافي البنات كنقادهم بهذا الشكل، نجيب هكايا ورق الزبده، كنفزقو شويه بالماء وكنجمعو في اليد ديالي وكنطلقو على الفخيدات ديالي من الفوق. ضروري نستعملوا ورق الزبده باش هاد الفخيدات يطيبوا لنا مزيان، هما وديك البطاطا وتعلك لينا يعني يطيبوا مزيان. جبت ورق الزبده هو الاول، وكانوا عندي هنايا واحد المرصويات ديال بابي الومنيوم كنضيفهم من الفوق. يعني ضروري نديروا ورق الزبده هو الاول وعاد نديروا الالومنيوم. الا ما كانتش توفر الالومنيوم فكناخذوا واحد الطاوه صفيحه د الفرن اللي عندنا وكنحطوها فوق من هاد الصفيحه بحال كنسدو بها باش يطيبوا لنا مزيان. صافي هنايا كنجيب هاد المعلقه ديال العسل، معلقه صغيره ديال العسل، كنضيف هنايا قطرات من الصوجه. يعني هاد الصوجه راه عندي ثقيله، كنضيف منها شي 2 قطرات هكا. كنضيف هنايا صلصه هذا الكيتشوب، يعني معلقه كبيره ديال صلصه الكيتشوب مع معلقه صغيره ديال العسل وصلصه الصوجه شي 2 قطرات هكا كبارين. صافي وكنخلط هذا الخليط مزيان. فهاد الصلصه هذه هي اللي غندهن بها الدجاج ديالي فخيضات من الفوق، فكتعطيهم واحد البنه وكتعطيهم واحد اللون اللي زوين بزاف بزاف. صافي كنستمر البنات هكا، كنجيب واحد الفرشات هكايا وكنبقى كندهن من الفوق. فهنايا راه تقلبت ولقيتهم طابوا ليا وحتى البطاطا طابت. صافي غادي نعري عليهم، يعني حيدت عليهم داك الورق والزبده وغادي ندهنهم بهاد الصلصه ونرجعهم للفران. فاش كنرجعهم للفران ما كنغطيش عليهم، كنخليهم يتحمروا ليا وياخذوا ليا اللون وتعلك ليا هاد الطاوه هذه. صافي البنات هنا خرجتهم من الفران، شوفوا معايا النتيجه، فكيجيو زوينين، كيجيو معلكين وزوينين. شوفوا معايا اللوي اللي كيجي بديك الصلصه اللي كنحضر معاكم، اللي حضرت معاكم عفوا ودرتها ليهم، فكيجيو زوينين بزاف بزاف. ديك البطاطا كتجيني معلكه وزوينه. هنا راه كان باقي سخون البنات، ولكن بغيت نوريكم كيفاش جاو طايبين من الداخل، فكيجيو طايبين ما شاء الله وفتيين صراحه، كيجيو زوينين بزاف. فكترجعوهم من الفران البنات وكتخليوهم هكا يتحمروا. بالنسبه للفران راه فاش كندخلوهم في الاول راه كيكون شاعل من الفوق ومن التحت، وفاش كنعريو عليهم كنخليوه هكا شاعل عليهم من الفوق باش يتحمروا لينا. وهذه هي النتيجه البنات. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتجربوهم بهذه الطريقه. مع السلامه البنات، خليت لكم الراحه.